السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ ايوا نتمنىو تكونوا بخير وعلى خير. اللي شاف هذا الفيديو يشترك معنا ويخلي شي تعليق زوين وجيم، واللي باقي ما يشتركش يشترك وهذا الشيء اللي كاين، وشاركوا مع صحابكم ومع احبابكم باش كلشي يستافد. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم. وهاد القصه هذا الشيء اللي كاين، المهم نبداو في القصه ان شاء الله. المهم هاد القصه، واحد السيدة كانت، واحد المرأة كانت مجوجة هي وراجلها، دوزو عيشة زوينة ومسك عليهم الله. عندهم واحد الدار كبيرة فيها الفوق والتحت، وهما غير جوج الناس. قالوا حنايا مالنا ما نكريوش الدار التحتانية، وزعما نتعاونوا بيها وصافي. اتفقت هي وراجل، قالت لي صافي. جات واحد المرأة، جات هذيك المرأة بوليداتها، عندها 3 الوليدات. قالت لها راه بغيت نكري، زعما سولت على الكرا، قالت لها بغيت نكري. قالت لها راه كاينه واحد الدار ها بالقد والقد باش بغيت نكريها. كرات من عندهم المرا الدار عندها، قالت لك هذوك الدراري يتامى. دخلت عندهم كراتي الدار تحتاني هي وليداتها. صافي بداو كيجريو على الاولاد وداك الشيء. هاد السيده بقات هي وراجلها بداو كيجريو على الاولاد، يديروا في التحاليل هادي. صافي لقاو ديفو فيها، هي ما كتولدش، هي عاقره. وولات خايفة وكتبكي وكتقول غادي يجي شي نهار يتزوج، يجي شي نهار يطلقني حيت انا عاقرة وهو كيولاد. هادي بقات وهي بقات واحد النهار كتبكي. قال لها علاش كتبكي؟ قولي لي علاش؟ قالت لي ما كان ولاد، تحرمت من الاولاد، وغادي تبغي الولاد، وغادي شي نهار تبغي تطلقني وتزوج ولا بزاف د الحوايج قال وي. بقى قال لها سكتي ما تقوليش هكايا، انا غنبقى معاك تدفنيني ولا ندفنك، ما عمرك قولي هكا. ماشي الولاد هما اللي غيجيو حتى الاخر ويفرقونا، حيت ما كتوليش ما نبقاش معاك. صافي صافي. وهي فرحت بهاد الهضره، قالت صافي. قال انا عطيتك عهد الله، انا ما عمرني نفرط فيك ولا نبدلك ولا هادي، يعني طاقت. قالت لي انت راه فيك خويا، فيك با، فيك كلشي. حتى هو قال لها هكا، قال لها حيت صبرتي معايا ودوزنا الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه، ما يمكنش انا ننساك، ودرتي فيا تاتي خير زوين. ايوا صافي. وبقات هكا صافي. ايوا وبقاو. وهذيك المرة حتى هي كاريه عندهم، كتقول هي ديك المرة راه عندها يتامى، فيما كتصيب شي ماكله مزيانه كتعيط عليها. لا طيبت نهار الجمعه كتسكتو كتعيط عليها، المهم في اي وقت كتعيط عليها حيت زعما عندها يتامى. ايوا صافي. ايوا كتبغي كتقول للراجل واش نربيو؟ نربيو. كيقول لها لا، هو كيرفض هادشي ديال التربيه. قال لها لا، ملي ما عطاناش الله صافي لا. صافي قال لي انا غادي بكا، لا بكا احسن مني ما عطانش الله. صافي وصافي. وكتقول صافي. قال انايا راني نساي هادشي تاع الولاد، نساي نعيشو غير حنا حياتنا، نساي هادشي تاع الولاد. صافي صافي. قال صافي راه هو هي صافي دابا راه صابر وكل شيء. جا واحد النهار هي تمرض، مرض الراجل، بقات مقابلاه حتى بقات مقابلاه تهزو تحطو ديه السبيطار. المهم وقفت معاه، يعني قالت الخير دار معايا هادي ما ننساش. صافي بقات واقفه معاه. وصافي جا الوقت اللي مات فيه. ملي مات فيهش، المهم حزنت عليه، لبست الابيض كل شيء، بقات لابسه داك الابيض وحازنه حتى حيدت. جا الوقت اللي غتحيد الابيض، حيدت هذاك الابيض، حيدت البيض بسيمانه. وهي تجي واحد استدعاء من المحكمه، من اللي قالوا لها خاصك تجي عندنا. قالت لهم علاش؟ انا ما مخصمه مع حتى واحد، ما دايره حتى حاجه، كيفاش؟ قال لها لا خاصك تجي عندنا. هذيك الساعه تما يقول لك شنو كاين. ما جاهاش ديك الليله الناس. قالت كيفاش هاد السيد ديالاش؟ كيفاش؟ قالت ياك ما كيتسالوا شي كريدي وما كانش قالها ليا، ياك ما بقات هكا كتقول. صافي ما صبح عليها الحال. مشات مشات بلا فطور، بقات مشطونه هذيك السيدة. كيفاش؟ صافي مشات سولت، قالت لهم علاش هاد السيدة هادي؟ قال لها راه الدار اللي تي فيها خاصك تخويها، راه كاينين فيها الورات. قالت لي شكون هاد الورات؟ انايا راه ما عمرنا ولدنا، ما عمر راجلي يتزوج، ما عمر، انا هي اللي ليه الاولى انا. كيفاش؟ قال لها لا، راه عنده عائله اخرى. قالت لي كيفاش عائله؟ قال لي وقفات، هي كانت جالسه وقفات. قال لها جلسي جلسوها، قال لها نوريك العائله.
ملي ندخلو العائلة دخلت المرا نفس المرا اللي كارية ليها في السفلي، قالت لي هذه راه جارتي كانت كارية عندي وعندها اليتامى، قال لها لا هذوك ماشي يتامى، هذوك راه ربايبك، هذوك ولاد راجلك، وراه هو اللي دار هكا. قالت لها انايا راه درنا ما بغيناش نقولوها لك، دارني انايا كارية غنكري عندكم هاد البردمة هاد الدار السفلية صافي، وباش ما انتي ما دي ما تجيبي. قالت لها هكاك الغدر، قالت لها وكنت مهليه فيك وكنصحاب عندك نيت هادو الدراري يتامى وباركين، انايا اللي مكفيه عليا القفه. قالت لها نتوما متفقين كاع؟ قالت لها هادشي الزواج ما حرموش الله. صافي بقات ايوا تصدمات اللي الراجل مجوج واللي مجوج بيها كاريه اللي كانت كتعطيها الفلوس ديالك راه كطلعهم ليها تعطيهم ليها، ودوك الفلوس كيعطيهم راجلها لدرتها زعما اللي عندها الولاد، كيعطيها الفلوس وطلعهم ليها بلا راه كاريه عندها بصح. قالت انا صحاب بصح انا كاريه عندي وكيصيفطوا كانت قالت لي راه خوتي اللي كيصيفطوا لي الفلوس ديال الكرا باش كاريه، انا خوتي اللي كيعاونوني هو راه راجل كيعطيه فلوس كرا باش تخلص باش تبقى تمحداهم. ايوا صافي وهي تصدمت قالت دابا اش غنقول الله يرحمو، ولا غنقول اش غنقول ما صافي. وملي نحلو دارو ديك الوصية ديال الدار وداك الشي، لقاو الدار كاتبها للولاد والولاد المراه اللي كانت كاريه ليها، اللي كانت كاريه من عندها، كاتب الولاد هذوك الولاد كاملين الدار في اسمهم. ايوا وهي قالت لك هادشي صحابو كان حنين فيا، قلت انايا راه فيه خويا وفيه كلشي، مني الله حرمني من الولاد راه الراجل حن فيا في بلاصتي، زعما تحرمت من هكوك، ما يمكنش تحرم من جوج الحوايج. الله راه رجع الراجل حنين فيا، هو راه الحنين فيا كيدايره شو الغدر كيداير. ايوا صافي ايوا الدار مكتوبه في سميت ولادو، والمرا كنت كاريه ليها بحالها راها ماشي مرته، وانا مفراسي ما نعاود من الموت ديالو الموت. عاد انا سقت الاخبار بلات كرا ربايبك ماشي كاريين عندي، هذيك دارهم، هو اللي كان يعطيه الفلوس باش تطلعهم ليا ديال الكرا. وهي قالت لها علاش كذبتي عليا وعلاش قلتي لي الفلوس راه كيصيفطهم لي خوتي باش كاريه عندك وهادو عندي وليتامى. قالت لها هو اللي انا وياه اتفقنا، هو اللي قال لي نقول هادشي. قالت له علاش هاد الغدر؟ قالت له هو اللي ما بغاكش تسيقي الخبار. قالت لها دابا اش غنسمح ليه ما نسمحش ليه اش غندير؟ قالت له عليني حسبي الله ونعم الوكيل. جمعت حويجاتها ومشات للخيريه. ايوا قالك هادشي، قالت خوتي ما غاديش يقدروا يهزوني، ما غاي عندهم وليداتهم ما غاديش تجيني البركه معاهم، وخا يبغيوني هما عيلاتهم ما غيقبلونيش، وانا عندي 58 سنه في عمري، غادي نمشي نبغي نخدم ما غنقدر الصحه قليله على قد على الجهد ما بقاش، ما يقبلني حتى واحد بهذاك السن وما يقبلني حتى واحد بهذيك قله الصحه اللي عندي. ايوا قلت غير الخيريه هي اللي تليق ليا، هي اللي نمشي ليها. ودابا راها في الخيريه هاد السيده وباركه باركه مصدومه. ايوا هادشي اللي كاين في هاد القصه. المهم الواحد يرد البال ويعرف اش كيدخل دارو واش كيخرج، واش راه الثقه ما وقعت في حتى شي واحد. ها هي كاع راجلها ومعاها في الدار، وها هو داير بحال هاديك كاريه ليه هاني تصحاب عندها اليتامى وهما يصدقوا ربايبها وكانت كتحن فيها كتقول راه عندها اليتامى نتهلا فيهم، اللي وجدتها زوينه كتعيط عليها تاكلها معاها هي ووليداتها، وعادي قالت درتها بحال اختي وكثر. ايوا قالت لك في الاخر صدقه تربي ضرتي. ايوا شو الغدر كيفاش داير. المهم الواحد ما يتيقش هادشي اللي في اي واحد ما يتيقش، هو كاع مول دارها وكان يعطى داك الكلام الحلو، وفي الاخر هو راه داير زبله قداش دابا اش غادي يترحم عليه ولا اش غادي دير كما قالت السيده مولات هادشي اللي طاري ليه هاد القصه. ايوا هذا هي بنادم اللي
اللي كيدير النية بزاف. ايوا هادشي اللي كان. قالت انا السبب ديالي حيت انا واقيلا ما ولدتش، ولا انايا ما حنيت بزاف تطرى ليا هادشي او لا. ايوا هادشي اللي كاين. والمهم نتمنى هاد القصه تعجبكم، ولا عجبتكم شاركوها مع صحابكم وحبابكم باش كلشي يستافد. وشكرا، والى فيديو قادم ان شاء الله.